في اللحظة دي قلبي كان بيدق بسرعة، كأنه عايز يخرج من مكانه. محمود العامل اللي بيشتغل عندنا بقاله فترة قرب مني بخطوات هادية، مال عليا بهدوء وبسني على شفايفي بوسة رقيقة. حسيت معاها إن الوقت وقف. البوسة دي كانت مليانة حنان وشوق، كأنها بتقول كل الكلام اللي مفيش فرصة يتقال. عالم ما فيهوش غير أنا ومحمود، والدنيا كلها اختفت في دسا اللحظة الحلوة دي. حكايتي أنا وردة، وكلكم أكيد هتستغربوا وتقولوا إزاي واحدة مصرية تعمل كده، بس إيه اللي يخلي واحدة في مكاني تعمل كده؟ الحقيقة ما كنتش قادرة أتحكم في مشاعري. محمود جه يشتغل عندنا من سنة تقريبا، شاب شاد وبشوش وكلامه زي العسل. كان بيشتغل في البيت في صمت، ينظف ويرتب، وساعات يساعدني لو شلت حاجة تقيلة. في الأول ما كنتش بديله أي اهتمام، يعني عادي، عامل زي أي عامل. لكن مع الوقت بدأت ألاحظ إنه مختلف. كان بيحكي لي عن بلده، عن شوارع قنا الزحمة، وعن ضحكات الناس الناك اللي بتملى القلب. كلامه كان بينقلني لعالم تاني، عالم بعيد عن الملل اللي أنا عايشاه. في يوم من الأيام وأنا قاعدة في الصالون بشرب قهوتي، قال لي: مدام وردة، شايفة الدنيا بره كلها حياة وانتي هنا محبوسة في روتينك. استغربت كلامه، بس ضحكت وقربت الفنجان من بوقي. قلت له: أعمل إيه يعني؟ دي حياتي. رد عليا بابتسامة: أقولك دي حياة ما تقفش عند حد. كلامه علق في دماغي، حسيت بحاجة بتتحرك جوايا، حاجة أنا كنت نسيتها من زمان. الأيام عدت وبقيت أستنى اللحظة اللي أسمع فيها صوت محمود وهو بيحكي. كلامه كان هو نضيف بيدخل البيت. في ليلة هادية كنت قاعدة في الصالون بتفرج على التلفزيون من غير ما أركز، وهو كان بينظف المطبخ. فجأة سمعته بيقول: مدام وردة، تحبي تتعلمي رقص بلدي؟ لفيت عليه مصدومة، قلت: إيه ده؟ أنت صاحي؟ ضحك وقال لي: أيوة، حاجة بسيطة تفتح النفس. قلبي بدأ يدق بسرعة وأنا بفكر: يا وردة، إيه الحركات دي؟ أنتي متجوزة وده غلط. بس في نفس الوقت حسيت إني مشتاقة أحس بحاجة غير الفراغ. قلت له: يلا وريني. قام وشغل أغنية مصرية قديمة من موبايله، وصوت فيروز ملا الصالون. بدأ يحرك كتافه ووسطه بطريقة ما كنت شفتها غير في الأفلام. قلت له: هتعلمني؟ وأنا حاسة إن خدودي بتحمر. قال لي: أكيد، تعالي. قمت وقفت قدامه بحرك إيدي وأنا بقلده. في الأول كنت بتعثر وضحكي بيقطع الصوت، بس مع الوقت بقيت أتحرك مع الإيقاع. ضحكت من قلبي، ما حسيتهاش من سنين. حسيت إني عايشة من جديد. الروتين اللي كان بيقتلني اختفى في لحظة، بس اللحظة الحلوة دي ما دامتش. إبراهيم رجع البيت بدري في اليوم ده، شافني ببتسم زيادة وأنا برتب الصالون بسرعة. سألني: إيه فيكي النهاردة؟ شكلك مبسوطة أكتر من العادي. حاول تهدي نفسي، وقلت له: ولا حاجة، بس الجو حلو. حسيت إنه مش مقتنع. عيونه بتدور في المكان، بيشم ريحة حاجة. محمود كان في المطبخ وأنا حاسة بنظراته المتوترة من بعيد. إبراهيم قاعد يسألني أسئلة غريبة: منين جبتي القهوة دي؟ محمود فين النهاردة؟ كأنه بيحاول يلاقي حاجة يمسكني بيها. وبعد يومين حصل اللي ما كنتش أتوقعه. إبراهيم لقى ورقة صغيرة في جيب محمود، كان مكتوب فيها كلام حلو ليا: وردة ضحكتك زي نور النيل. كده كتبها. واجهته وهي تعصب: إيه الكلام ده؟ إيه اللي بيحصل هنا؟ حاولت أهديه، ما حصلش حاجة، مجرد كلام عادي. بس عيونه كانت بتقول إنه مش مصدقني. اضطريت أعترف، أنا كنت بتكلم مع محمود أكتر من اللازم، بس ما قلتلوش على الرقص ولا على اللحظات اللي عشتها. إبراهيم طلع من البيت وهو بيزعق: أنا هروح أفكر وأشوف هعمل فيكم إيه. الباب اتقفل وراه، وأنا قعدت أبص في الفراغ وأفكر: هيرجع ولا خلاص كل حاجة انتهت؟ الليل عدى وأنا حاسة بسكل في قلبي. محمود حاول يتكلم معايا تاني يوم، بس قلت له: خلاص، كفاية. حسيت إني ضعت ما بين الروتين اللي كنت بكرهه وما بين غلطة ما كنتش أتخيل إني أعيشها. إيه اللي هيحصل بعدين؟ معرفش، بس اللي أعرفه إن حياتي اتقلبت وكل حاجة بقت معلقة. النهار بدأ عادي زي أي يوم في حياتي. صحيت الصبح في بيتنا اللي في التجمع، الشمس كانت بتدق على الشبابيك والجو حر موت. قمت من السرير بسرعة، لبست جلابيتي القطنية الخفيفة ونزلت المطبخ أعمل قهوة. ريحة الهيل فاحت في البيت،
وأنا بقلب البن على النار، بس قلبي ما كانش مرتاح، تقيل بطريقة غريبة. إبراهيم جوزي طلع بدري شغله كالعادة، وأنا قعدت لوحدي أفكر في اللي حصل امبارح. محمود العامل المصري اللي جاي يشتغل من كام شهر كان بيعلمني رقص شرقي في الصالون. ضحكت من قلبي، حاجة ما حسيتش بيها من زمان. بس بعد كده قلبي بدأ يضربني. إيه الحركات دي يا وردة؟ أنا متجوزة. قلت لنفسي كده وأنا بحاول أهدي الخواطر اللي بتجري في دماغي. قررت أشغل نفسي، رحت الجنينة أسقي الورد، بس عيني راحت ناحية محمود. كان بينظف حمام السباحة، لابس تيشيرت أبيض لازق عليه من العرق وبنطلون جينز قديم. الشمس كانت ضاربة فيه وعرقه بيلمع. بصيت له من بعيد وحسيت بحاجة غريبة بتتحرك في صدري. إيه الإحساس الغريب ده؟ سألت نفسي، بس ما لقيتش جواب يريحني. رجعت البيت بسرعة وأنا بقول لنفسي لازم أنسى اللي حصل. لما دخلت محمود كان ورايا وقال لي بصوته الهادي: مدام وردة، تحبي أساعدك بحاجة؟ حسيت في كلامه حاجة زيادة، مش مجرد سؤال عادي. قلت له لا شكرا أنا كويسة. بس هو وقف يبص لي كأنه عايز يقول حاجة تانية. قال لي امبارح كان حلو مش كده؟ قالها وهو بيبتسم بطريقة خلتني أحس بحرارة في وشي. قلت بسرعة وبحسن: أيوة بس ما ينفعش نكررها. بصلي بنظرة فيها حزن وقال لي: ليه؟ كنتي مبسوطة؟ سكت وما قدرتش أقول حاجة. الأيام اللي بعدها بقت مشوشة، كل ما أشوف محمود أحس قلبي بيدق قوي. كان بيجي يتكلم معايا، يحكي عن مصر، عن النيل والشوارع اللي مليانة حياة، وأنا أسمع وأتخيل نفسي هناك بعيد عن كل ده. في يوم دخل محمود وحط صينية شاي بالنعناع قدامي. قال لي: عملتلك شاي زي ما بتحبي يا مدام، وقعد جنبي على الكرسي. بدأنا نتكلم وهو بيحكي عن الرقص في مصر، وإنه مش بس تسلية، ده جزء من حياتهم. قال لي: تحبي أعلمك حركة جديدة؟ بس في النهاية قلت يلا خليني أجرب. قام وشغل أغنية مصرية من موبايله وبدأ يرقص بطريقة خلتني أضحك. قال لي: تعالي جربي معايا. قمت وحاولت أتحرك زيه، بس كنت بخرفط. مسك إيدي وقال لي: لأ كده الصح. لمسته خلتني أحس بحاجة غريبة، زي كهربا بتمشي في جسمي. استمرينا نرقص وأنا حاسة إني مش في البيت، أنا في مكان تاني بعيد. فجأة سمعنا صوت الباب بيتفتح. إبراهيم رجع بدري. بعدت عن محمود بسرعة ورحت أرتب الصالون وأنا حاسة إن قلبي هيقف. دخل إبراهيم شافني متوترة وقال لي: فيكي إيه؟ قلت له مفيش حاجة، كنت بعمل قهوة. بس حسيت إن عينه شافت حاجة، لأن المشاكل بدأت. كان في تقيل عليا زي ما يكون في حمل ما بينزلش من كتافي. صحيت الصبح والشمس بتقع على شبابيك بيتنا في التجمع، نورها بينعكس على الستائر البيضة اللي اشتريتها من محل مشهور الأسبوع اللي فات. قمت من السرير وأنا حاسة بتعب غريب، مش تعب جسدي لأ، تعب داخلي في قلبي بالذات. إبراهيم جوزي كان لسه نايم مرهق من سفرته امبارح لما رجع فجأة وأنا كنت مع محمود في المطبخ. حسيت إن قلبي هيقف من الخوف. شافني متوترة وسألني بصوت هادي: إيه فيك يا وردة؟ حاولت أمثل إني طبيعية وقلت: مفيش حاجة، كنت بس بعمل القهوة. بس عيونه كانت بتقول إنه مش مصدقني، أو يمكن شك في حاجة. بعدها طلع من البيت بسرعة وأنا قعدت أفكر وأتساءل: هل شاف حاجة؟ هل سمع صوتنا وإحنا بنتكلم؟ الصبح قعدت في الصالون أشرب قهوتي المرة اللي بحبها وأنا بحاول أهدي أعصابي. محمود كان بره في الجنينة بيرش الزرع وبيكنس الأرض. كنت بمص عليه من الشباك لابس تيشيرت أبيض بنطلون جينز وعرقه بيلمع تحت الشمس الحارة. حسيت بنظرته ليا، نظرة طويلة فيها حاجة مش عادية، بس حاولت أتجاهلها. قلت في نفسي ما ينفعش أفكر فيه، ده غلط وأنا متجوزة. بس قلبي كان ليه رأي تاني، وده اللي كان بيخوفني. إبراهيم صحي بعد شوية ونزل المطبخ يعمل فطاره. كان ساكت، مش زي عادته اللي مليانة سوالف وضحك. سألته وأنا بحاول أكسر الصمت: إبراهيم، تحب أعمل لك حاجة؟ بيض ولا توست؟ رد بصوت خافت: لا أنا كويس. بس حسيت في صوته حاجة غريبة، كأنه شاكك في حاجة أو متضايق من حاجة. قعدنا نشرب القهوة سوا وهو بيبص في موبايله ولا بيكلمني. حسيت إن في جدار بدأ يترفع بينا، جدار من الشك والصمت.
بعد ما خلص قهوته قال فجأة: وردة، أنا شفت حاجة غريبة امبارح. قلبي نزل لركبي وقلت بصوت بيرتعش: إيه؟ قال: لما رجعتي كنتي في المطبخ مع محمود وكنتي متوترة بشكل مش طبيعي. في حاجة لازم أعرفها؟ حاولت أمسك نفسي وقلت: لأ، مفيش حاجة، كنت بس بسأله عن شغل الجنينة. بصلي بنظرة حادة وقال: طيب، بس حاسس إن في حاجة مش عادية. سكت بعدها وأنا ما قدرتش أقول حاجة. خفت إن كلامي يزود شكه. الأيام اللي بعدها بقى يراقب محمود أكتر من أي وقت. كل يوم يسألني كان بيعمل إيه النهاردة، ليه اتأخر، وأنا أحاول أتهرب من الإجابة، أقول معرفش، يمكن كان بيرتب الجنينة. بس التوتر كان بيزيد وأنا حاسة إن إبراهيم بدأ يشك فيا بجد. ومحمود كان بيحاول يتجنبني، ما يبصليش زي الأول، بس عيونه كانت بتفضحه، كأنها بتقول إنه مشتاق ومش قادر يتحمل. في يوم كنت في أوضة النوم برتب الدولاب، وفجأة لقيت ورقة صغيرة على الترابيزة جنب السرير. فتحت بإيدين بترتعش، وكان مكتوب فيها بخط محمود: وردة، انت سبالي كل دقيقة. قلبي دق بسرعة وخفت إن إبراهيم يشوفها. خبيتها بسرعة في درج الملابس تحت العبايات، بس حسيت إن الورقة دي زي النار في إيدي، بتحرقني من الخوف والذنب. بعد يومين إبراهيم كان بره في الجراج بينظف عربيته، وأنا كنت في الصالون بتفرج على مسلسل. فجأة دخل وهو شايل الورقة في إيده وعيونه مليانة غضب. قال لي بصوت عالي: إيه دي يا وردة؟ حسيت إن الأرض هتقع من تحتي. قلت له: معرفش، أنت لقيتها فين؟ قال: كانت في الجراج تحت الكرسي. حاولت أهديه وقلت: يمكن من العمال، معرفش عنها حاجة. بس هو كان متعصب وقال: وردة، انتي مخبية حاجة عني؟ حاسس ان في حاجة بينك وبين محمود. قلت بسرعة: لا والله مفيش حاجة. بس حسيت ان عينيه شافت الخوف في عيوني وما اقتنعش. بالليل كان إبراهيم ساكت، ما يكلمنيش زي عادته. حاولت أتكلم معاه وقلت له: إيه رأيك نروح المطعم بكرة؟ بس هو رد بكلمات قليلة: شوفي، أنا تعبان. حسيت إن الشك دخل قلبه وإن الأمور هتتعقد أكتر. قررت أواجه محمود وأقول له يوقف التصرفات دي قبل ما كل حاجة تخرج عن السيطرة. كان يوم لما إبراهيم راح الشغل، نزلت لمحمود في الجنينة وقلت له: محمود، لازم توقف الكلام ده. إبراهيم بدأ يشك فيا، بصلي بعيون حزينة وقال: مدام وردة، أنا ما أقدرش أتحمل، أنتي في قلبي. قلت له: ده غلط، أنا متجوزة وأنت عارف كده. سكت لحظة وبعدين قال: أنا آسف يا مدام، وهو مطقطق راسه. بس الأمور ما هدتش زي ما كنت أتمنى. بعد يومين إبراهيم رجع من الشغل بدري وكان شايل ورقة تانية في إيده. سألني وهو بيلمح بالورقة قدامي. فتحتها وكان مكتوب فيها: أنا في انتظارك يا مدام. حسيت إن الدنيا انتهت. قلت: إبراهيم، والله إذا أعرفش الورقة دي جت منين. بس هو كان متعصب جدا وقال: أنا شاكك إن في حاجة بينك وبين محمود، والورقة دي بتثبت شكي. حاولت أنكر وقلت: والله مفيش حاجة، يمكن حد بيلعب بينا. بس هو صرخ: أنا شفت اللي شفته وإنتي مخبية حاجة. بعدها طلع من البيت وهو بيقول: أنا ما أقدرش أعيش مع الشك ده، لازم أفكر. قعدت أعيط وأحس إن كل حاجة حواليا انهارت. كنت عارفة إني غلطت لما سمحت لمشاعري تتجاوز الحد، بس ما كنتش عايزة أخسر إبراهيم. في اللحظة دي قررت أواجه الحقيقة وأقول لإبراهيم كل حاجة. يمكن يسامحني ويمكن نعدي الموقف ده. بس السؤال اللي كان بيدور في دماغي: هل هيقدر يسامحني؟ معرفش، بس لازم أحاول، لأني ما كنتش عايزة أخسر كل حاجة بسبب لحظة ضعف. بعد ما إبراهيم طلع من البيت متعصب، قعدت في الصالون أعيط وأحس إن الدنيا كلها انتهت. كنت ببص على الصور اللي متعلقة على الحيطة، صورنا سوا في شرم الشيخ لما رحنا شهر العسل، وصورة عيد ميلادي لما فاجئني إبراهيم بتورتة كبيرة وشموع. كل حاجة حواليا كانت بتفكرني بيه. بس دلوقتي هو مش موجود، وأنا اللي ضيعت كل حاجة بإيدي. بالليل إبراهيم رجع البيت، شكله كان تعبان وعيونه مليانة زعل وغضب. قعد على الكنبة في الصالون وأنا قعدت قدامه، عيوني مليانة دموع وإيديا بترتعش. قلت له: إبراهيم، عايزة أقولك الحقيقة. بصلي بنظرة حادة
وقال قولي. شهقت شهكة كبيرة وبدأت أحكي. حكيت له عن الوحدة اللي حسيتها لما كان مشغول عني، عن محمود ولما اتقربت منه، وعن اللي حصل في المطبخ. كنت بعيط وأنا بتكلم وهو كان ساكت بيسمعني من غير ما ينطق بكلمة. لما خلصت كلامي قال بصوت هادي بس مليان غضب: وردة، انتي خنتيني ودي حاجة ما أقدرش أعديها. حسيت قلبي بيتكسر وقلت له أنا أسفة، كنت ضعيفة وخايفة وانت كنت بعيد. رد عليا بصوت مليان وجع: الوحدة مش عذر، كان ممكن تكلميني بدل ما تروحي لمحمود. بعدها قام وطلع من البيت من غير ما يقول رايح فين. قعدت أعيط وأحس إن الدنيا ضاقت بيا. بعد يومين إبراهيم رجع وكان شايل ورقة في إيده. قال دي ورقة الطلاق، ما أقدرش أكمل معاكي بعد اللي عملتيه. مسكت الورقة وإيديا بترتعش وقعدت عليها ودموعي نازلة. بعدها إبراهيم مشي وسابني لوحدي في البيت. محمود بعد اللي حصل مبقاش ليه وش يقعد، فقرر يسيب الشغل ويمشي. بقيت لوحدي أواجه نظرات الناس وكلامهم وبحاول أبدأ من جديد. مع الوقت بدأت أتعلم من غلطتي وحاول أكون أقوى، بس الندم لسه عايش معايا. والسؤال اللي ما بيروحش من بالي: هل الوحدة كانت تستاهل كل اللي خسرته؟